مثل ما وعدناكم اليوم ضيوفنا من عالم تيك توك انشهروا بعفويتهم. عم بحكي عن عيسى وريما. هاي كيفك؟ هاي كيفك ريتا؟ منيحة، انتو كيف؟ الحمد لله كله تمام. نورتوا الأو تي في. حبيبتي بوجودك منور والله. وجودك. نحن لنا فترة ناطرينكم تكونوا معنا. والله صار هيك شوي معنا ظروف وهيك، والله بنعتذر منكم. قد صار لكم تقريبا على السوشيال ميديا؟ 1 year صراحة. تنتقدوا بعض؟ لا اكيد لا، بالعكس. لا. ولك بدي اسالك سؤال هلا، ريما بتحسي احلى بالحجاب ولا بالحجاب؟ اسم الله عليها عن جد حبيبتي. كثير كل شيء بيلبق لك. بتفكري يوما ما تشيل الحجاب؟ اكيد لا، انا الحجاب حطيته عن قناعه، والحمد لله انه انا اهلي حببوني بالحجاب، يعني قنعوني فيه، انا ما انجبرت اني احط الحجاب، يعني انا كنت مخيره فيك ما تحطيه وفيك تحطيه، بس طريقه الاقناع اللي قنعوني فيها اني انا احط الحجاب وحببوني فيه خلوني انا بحياتي ما افكر اني هو أنا أشيل بالنهايه الحجاب. هذا فرض علينا، يعني فرض على نحن كل مسلمة كمسلمين. هو الحجاب فرض من اركان الاسلام للمراه، فهو فرض. أنا تحط فليش ما الحجاب بدها صحيح. تحطه؟ بس اكيد لازم تحبه، يعني حتى لو ما حبته هي المفروض تلبسه، يعني ما المفروض انه ما تكون لبسيته. هلا في ناس بتعتبره اختياري. في ناس انت طبعا ضدهم بتعتبره للاشخاص اختيار. بتعتبره اختياري؟ طبعا ضدهم. هي يعني الفكرة انه هو خلص هذا الشرع بيقول هيك، بس هن حرين كمان. بس هو عم نحكي نحن كالاسلام، كفريضة الاسلام للمرأة هي الحجاب انه الزامي. ففي ناس كثير عادي ما بتكون متحجبة بعدين بتتحجب. يعني انا كريمه ما بتصرف ولا شيء قبل ما اسال. انا بستشيرها بقصص يعني ممكن تتعلق بحياتنا وهيك مثلا. هيدي ذكورية شرقية. لا، في قصص كثير مثلا بحياتنا اكيد بحب انه استشيرها. بالنهاية وراء كل رجل عظيم امرأة. صح. بتحب تعمل دعاية انرجي درينك مثلا؟ عندك آه، مشكلة؟ في كمان في داعي ان شاء الله بدنا نعملها مش انرجي درينك، سوفت درينك اكثر يعني. وين؟ في دبي. اوكي، انت رح تكون عم تمثلها؟ انا وريما. والله هلا اول مرة عم تحكوا عنها معنا لكن بس ما بدنا نقول اسم، يعني بعدنا ما مضينا 100%، بس انه في اتفاقات وعم نشتغل عليها. مين رومانسي اكثر؟ انا عايزه صفر رومانسيه. صفر. صفر. قبل الصفر بشوي. قد ايه كلمة نحن موجودة بحياتكم؟ كثير، لانه نحن واحد، الحمد لله اكيد. يعني لا مو شخصين ابدا. وبالقرارات كمان؟ لا بالقرارات لا كل واحد قراره لحاله. شو اخر مشكل كان بيناتكم؟ من 5 دقائق. شو الموضوع؟ شو ما كان اوقات عن جد بنعمل مشكل كبير، بس مستحيل ننام نحن متخيلين. تجي طبعا بطابتنا دغري. انا اللي ببادر. تجي انت بتعبطي؟ أنا اللي دغري. تجي بطابتنا. ليه انت ما بتبادر؟ ما بعرف، بحسها ثقيله. عن جد؟ ما هي قصة لي، انا بس حس حالي غلطانه بعترف، وهي اغلب المشاكل بكون انا والله بكون انا عملت لي فيها شو قصه، يعني لحتى هو حدا رايق ما كثير انا معلش خلق احكي مثلا او فانا بزن زن 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 اخر شيء خلص. انا قليل الكلام. الحلو فيكم عن جد طيبة قلبكم. يا حياتي احكي سوري. شو عبالك تاكلي اليوم؟ تاكلي دجاج ولا لحمه؟ يلا دورك، رد عليها. لا هي بدها اسماعيل منتج. بدها صح، هي بدها صح اسماعيل. اصحابه اثنين اسمهم احمد واسماعيل، ما في جلسه الا ما بيقعدوا بيحكوني فيها هن سوري. كل الموظفين كل عندهم يمكن موظفين سوريين. تماما سوريين، وانا بعد انه انتوا عن جد انتوا بدنا احكي كلمه سوريه. شو بدك بدي تقول مثل ما بقول اسماعيل لك شو امبارح وقت شو بقول لك؟ بقول لها اسماعيل صاحبي، بقول لها شلونك؟ لكن نحن بنبطل الحكي. طب اجمل هدية هديتوها لبعض؟ انا بعتبره هو احلى هديه بحياتي. الله الله. هذا اللي كنت ناطره هذا الجواب منك. مين مثلكم الأعلى؟ انا امي. وانا اهلي كمان أهلي. مع نجوم من عالم السوشيال ميديا، اكيد عم بحكي عن عيسى وريما. عيسى وريما هاي عن جديد هاي شو اخباركم؟ تمام. بتحبوا التواضع يعني؟ ايه طبعا. خبزوا باللحم. انت بتعرف انا مره فيقتها 1:30 بالليل، قلت لها قوم اطبخي لي مندي. اوف وحده ونقطة لك جديدة. كنا ولا أصلاً- كنت ماشي انا الحال؟ كنا عرسان جداد فيعني مرة لا بتقطع بالبداية. هلا استرجع هلا بقولوا لا هلا تعال. لا هلا شو ما بيطلب لا طبعا. لهتبقى يعني بتآمنوا بالحياة بعد الموت؟ لا اكيد. ما في الحياه حياة بعد الموت هي عند ربنا، صحيح. مش يعني هذا بطل جواب بالدنيا. صحيح. اكيد. لو ما اسمكم هيك، شو كنتوا بتفضلوا يكونوا اسمكم؟ اختاروا لي اسم ثاني لكل حدا فيكم. سمي محمد. محمد. نفس.
نفس. أوف، شو حلو هالاسم، نايس. بتوافق؟ ايه طبعا حلو. حلو. طيب اذا هلا اعطيتكم $1,000,000 شو اول شغله بتعملوها؟ بتزوج وحده ثانيه. انا بترك عيسى وانا عم امزح. بس اوقات بنحط فيديوهات بيعتبروها العالم استفزاز والاخر قصدين فيها ولا الثاني شيء. والاخر لا، فهو حسب يعني. في كثير على كل فيديو بننزله بيكون في انتقاد وبكون في يعني ما تعليقات تكون تصل ايجابيه. للعالم بالنهاية. صحيح. طيب رايحين عند بسطاره شي مره؟ لا لا ما بتامنوا بالغيب؟ لا طبعا اعوذ بالله. أعوذ بالله. الكتيبه اللي كثير بينحكى فيها انه مثلا وقت يكون في حدا أنا- عنده مشكله او يمكن خلاف بين زوجين ممكن يكون في كثير هيدي بيقولوا من هالقصص. اعظم الكبائر هلا انا عند موضوع ربنا. السحر انا بامن فيه، واغلبا هو بالنهايه السحر مذكر بالقران. امم فانا السحر بامن فيه وموجود. بس هو من موجود. اعظم الكبائر عند ربنا سبحانه وتعالى، عند اعظم يعني اعظم يعني مثل ما الزنا، بشموا ريحه الجنه. مثل الكفر، مثل قصص كثير يعني. كيف تكسر السحر اذا عرفت بسحر؟ بالقران، عن طريق شيخ وبالقران. عن طريق شيخ او بالصلاه طبعا. هو بالقرآن طبعاً، يعني في قصص بالقرآن. بالقرآن بتنقال بتبطل هذا سورة السحر. البقرة، سورة أيوة. يعني في 100%. 100%. طيب رح اطلب منكم اثنيناتكم على طريقتكم تقولوا لكل الناس اللي كثير يعني بتروح على موضوع الشعوذة او يمكن بتآمن بالشعوذة وبتستعملها وبتمشيها بحياتها كرمال يبعدوا عن هذه المواضيع ويآمنوا بربهم اكثر. لكم أول شيء بالنسبة للسحر والشعوذة هو لازم تعرف إنه هو من أعظم الكبائر عند رب ربنا. العالمين، من صح. أعظمها يعني ما في حتى بيقولوا إنه هو تقارن بالشرك، يعني أنت كأنك شركت يعني خلص ما عادش بتشم ريحة الجنة. القدر كله مكتوب من ربنا، إن عملت أنت سحر أو ما عملت سحر القدر هو مكتوب من ربنا سبحانه وتعالى، وكل شيء خلقناه في قدر. صدق الله العظيم. فابتعد عن هذا الشيء عشان هذا الشيء هو حيسبب لك مشاكل وجهنم وحتخسر دنيتك والآخرة. اللي بيشتغل بهي القصص وهو بيقول من حفر حفرة لأخيه وقع فيها، يمكن مرة واحدة سحر أنت تعمله يقع عليك أنت أو يقع على حدا من أصحابك أو يقع على أخواتك، أولادك، أمك، أبوك. فهذا الشيء غلط، وبتكون أنت عم تشرك، أنت مانك مؤمن معناتها. يلي بيآمن بالسحر مانه مؤمن برب العالمين. يلي بيؤمن برب العالمين ما بفكر بهي الاشياء ابدا. واو شو حلو هول الجمل اللي قلتوهم على امل يوصل لكل الناس اللي بتروح على موضوع الشعوذه وبتنسى ايمانها بالله. على كل حال خلصت حلقتنا، يعني انا ريما وعيسى كثير حبيتكم الله يخليك. وان شاء الله نرجع